هل عمرك سألت نفسك ليه كل مرة تدخل صفقة السعر يعكس عليك رغم ان تحليلك كان صح؟ اللي حضرتك شايفه ده مش بس حركة سعرية عادية، دي مناطق اهتمام صناع السوق. ايه هي مناطق الاهتمام دي؟ هقول لك كمان شوية، بس خلينا نشوف الصورة دي الأول. اللي حضرتك شايفه ده يبقى تحديد الانحياز مع مناطق الاهتمام المهمة. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ مش الاتنين واحد؟ انت صح، لكن فايتك تفصيلة صغيرة، وكل ده هنعرفه في الحلقة دي. يلا بينا نوصل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كرم محمود، مؤسس قناة كرم بيو 3 ومتداول بخبرة 4 سنوات في أسواق الفوركس. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة، الحلقة دي أصلا كان المفروض تكون عن تحديد الانحياز البايس. اتكلمنا عن الانحياز الحلقة اللي فاتت، ارجع شوفها لو ما اتفرجتش عليها. لكن قبل ما نعرف تحدد الانحياز بدقة، لازم في الأول نتعلم إزاي نحدد مناطق الاهتمام المهمة في السوق. بمعنى أدق، تحديد مناطق الاهتمام تحديد الانحياز بيكملوا بعض، واحد من غير التاني زي الجسد بلا روح. في حلقة النهاردة هتكلم معاك عن مناطق الاهتمام المهمة Key Interest Areas. بس قبل ما أبدأ خليني أسألك سؤال مهم جدا. هل تعرف أصلا السوق بيقف فين؟ يعني هل تعرف المناطق اللي السعر لازم يتفاعل عندها بشكل قوي جدا؟ طيب يعني إيه مناطق اهتمام؟ مناطق الاهتمام ببساطة هي المناطق اللي صناع السوق بيركزوا عليها عشان يحركوا السعر. ممكن تكون فجوات سعرية، Fair Value Gaps، Order Blocks، وغيرها من مناطق الاهتمام. ولكن أهمهم الفير فاليو جابس والأوردر بلوكس. طيب إيه هي مناطق الاهتمام اللي هنتعلمها النهاردة؟ أولاً الأوردر بلوك، ودي مناطق صناع السوق اللي بيتركوا فيها بصمتهم قبل أي حركة قوية. ثانياً الفير فاليو جاب، ودي الفجوات السعرية اللي بتتكون بسبب حركة قوية سريعة، وبتكون مناطق جذابة للسعر بعدين. ليه مهمة جداً؟ لأن بدون معرفتك بمناطق اهتمام السوق هتدخل صفقات عشوائية، السعر هيضرب، وقف خسارتك ويرجع يكمل الاتجاه. هتفضل تايه ومش عارف السوق هيقف فين ويتحرك منين. خليني أقول لك مثال بسيط جدا. تخيل نفسك ماشي في طريق طويل جدا، لو مش عارف المحطات المهمة اللي هتقف فيها هتضيع في النص، ممكن تخلص طاقتك وما توصلش لهدفك أبدا. نفس الفكرة في التداول. مناطق الاهتمام هي محطات السعر اللي لازم تراقبها بدقة. ليه دول أهم مناطق الاهتمام؟ لأن ببساطة من غيره مش هتعرف فين السوق ناوي يقف وينعكس، ومش هتعرف تحدد انحيازك بشكل صحيح. خلينا نبدأ بأول منطقة، Order Block. Order Block ببساطة هي آخر شمعة معاكسة للاتجاه قبل حركة قوية جدا. يعني لو السعر صعد بقوة، دور على آخر شمعة هابطة قبل الصعود الكبير، هي دي الأوردر بلوك. عندك هنا في الأمثلة شمعة هابطة وجت بعدها شمعة صاعدة أغلقت بقوة فوق الشمعة الهابطة، بالتالي الشمعة الهابطة دي نحددها كأوردر بلوك صاعدة. وفي الحلقة القادمة عن تحديد الانحياز هنتكلم أكتر عن الأوردر بلوك ونربطه بالانحياز الصحيح. منطقة الأوردر بلوك دي المنطقة اللي صناع السوق دخلوا منها الصفقات الكبيرة، ومعظم الوقت السعر بيرجع يختبرها قبل ما يكمل الاتجاه. 2. Fair Value Gap. الفير فاليو جاب أو الفجوة السعرية العادلة هي منطقة بين 3 شمعات لما يكون في حركة قوية جدا بسرعة وبيسيبوا منطقة مفيش فيها تداول عادل. إزاي تحددها؟ ببساطة شوف الشمعة الأولى والشمعة الثالثة، لو مفيش بينهم تداخل أو تغطية كاملة يبقى في فجوة Fair Value Gap. السعر بيرجع يملأها لأنها تعتبر منطقة جذب للسيولة وتوازن. في المثال ده نبص للشمعة الأولى والشمعة الثالثة، هتلاحظ إن مفيش بينهم تداخل وفي فراغ بينهم، هي دي نحددها كفير فاليو جاب بكل بساطة. ومعلومة مهمة وخطيرة في نفس الوقت، أقوى مناطق اهتمام في السوق هي اللي بتتوافق مع الانحياز العام اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت وهنتكلم عنه في الحلقة الجاية. يعني تحديد مناطق الاهتمام بدون تحديد الانحياز زي اللي بيشوف محطة بنزين بس مش عارف هو رايح فين أصلا. بدون معرفتك للأوردر بلوك والإف في جي هتدخل صفقاتك عشوائي ومش هتقدر تحدد الانحياز الصحيح أبدا. يعني تخيل معايا
انت حددت الاوردر بلوك بشكل عشوائي بدون ما تعرف الاتجاه صاعد او هابط، وحد تاني حدد الاوردر بلوك وحدد الانحياز. السؤال لحضرتك، مين فيكم الرابح ومين فيكم الخاسر؟ جاوبني تحت في الكومنتات وشاركنا برأيك. الخلاصة في الحلقة دي اتعلمنا ان مناطق الاهتمام اهم من اي نموذج، وتعلمنا ازاي نحدد الاوردر بلوك، وتعلمنا ازاي نحدد الفير فاليو جاب. خليك متابع لان الحلقة الجاية بإذن الله هنتعلم ازاي نحدد الانحياز بدقة ونربطه مع مناطق الاهتمام عشان يكون دخولك قوي وآمن جدا بإذن الله. وهنا السؤال لحضرتك، تفتكر تحديد مناطق الاهتمام أهم ولا تحديد الانحياز أهم؟ وليه؟ بالبلدي كده لو هتختار واحد بس تختار إيه؟